انتهت المباراة بفوز برشلونة على النادي الأهلي 2-1. طبعا هنا في حاجة لازم نقولها، ان اول حاجة ده برشلونة يا جماعة مش فريق درجة تانية ولا تالتة. ده العملاق الكتالوني الكبير اللي اعظم فرق العالم بتقابله، بتاخد بالتلاتة وبالاربعة وبالخمسة، حتى اسألوا الريال كده عليه. التيكا تاكا بتاعته محدش بيعرف يوقفها. الاهلي ايوه لعب ماتش الشوط الاولاني سيء، الشوط التاني فوقنا شوية وعملنا بعض الفرص، جبنا جون ولينا ضربة جزاء مشكوك فيها بس الحكم لا داعي. بس الى حد ما يعني ادينا ماتش مش وحش، على حدود امكانياتنا. اي نعم الشوط الاولاني كنا متحفزين جدا 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 جدا، اللي احنا خايفين اساسا نوصل التلت الهجومي بتاعهم. بس يعني نيجي الدفاع محتاج ظبطة شوية. يعني الاستاذ عمرو باشا الجزار، ما تبيعش نفسك كده، انت بساطك صح، بتطلع بالكرة صح، بتغير ملعب حلو ماشي. يعني اترقصت ترقيصة كده الواد بعتك تجيب عيش بطريقة فظيعة، ما تبيعش نفسك كده. انت كمدافع العب على الكورة. يعني بص كده، مروان عطية اللي مش مدافع، اللي وسط ملعب، كان الواد لامين لامال يجي يرقصه، لوبيز يجي يرقصه، الواد عارف هو يعمل ايه. اعمل اللي تعمله، انا عينيا على الكورة هلعب على الكورة. ما تبيعش نفسك كده بسرعة، ما ينفعش. انت مدافع الاهلي مش مدافع بتدافع في اي نادي صغير في الجدول. وكابتن هادي رياض برضو محتاج سنس كده برضو. انت بنيان كويس، التايمينج بتاعك الى حد ما مش وحش، بس برضو لسه الدفاع فعلا 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 محتاج تظبيط الايام اللي جايه. نص الملعب بنلعب ناقصين واحد، ده كابتن كوكا. على طول كرة مفسد هجمات الاهلي. يعني مش هنقول اكتر من كده، كرة المفروض تتلعب لقدام يروح يلعبها لك بالعرض لما يرجعها لورا. ايه ايه كابتن زيزو، كام كورة برضو كده استنى قوي عليها. بن جديدة مبشر بس يعني تحس اللي هو وزنه تقيل شوية، راح كل كسكسي مغربي في الاجازة اللي خدها. بكرار سوف منصف بكرار. خامة مبشرة، خامة مبشرة. الراجل نزل عمل اسيست لزيزو، قال له خد بقى يلا، يلا بقى. الماتش ده حرق دم الزملكاويه بطريقه. اولا كابتن خالد الغندور اللي قال لك حمزه عبد الكريم بيلعب في برشلونه بيه. حمزه لعب مع الفريق الاول جاب جون. الزملكاوي اللي بيقول لك منصف بكرار مشي ومفيش تعاقدات، الاهلي ومش الاهلي ومش هيلعب ومش هيلعب. الراجل جه راح عامل لك اسيست، قال لك خد يا زمالك اهو، عشان كل اللي بيشككوا في قدرات الراجل. بعديها قال لك زيزو درجن درجن ومش عارف ايه. زيزو راح قال لهم خد اهو يلا بداية الموسم، احلى مسا على عيونكم. فحرق دمهم كتير الماتش ده. والاهلي برضو طلع بمكاسب مش قليلة، مكاسب كبيرة. الشناوي راجل نزل صد ضربة جزاء وبيعود لمستواه تدريجيا. الشناوي مش احنا اللي نقيمه يا جماعة، الشناوي حارس كبير، وأدى وأدى مع الأهلي بطولات كتيرة ومنتخب. والله الموفق والمستعان، وكامل التوفيق لنادينا الحبيب فيما هو قادم إن شاء الله.